على المجتمع، ثم أنها حرمت البيت وصولا إلى أنها صباح الخير. ثانيا، جيش المرأة، وحدات حماية المرأة، يبجي وأساييش المرأة. إن حمل المرأة للسلاح وبناء تشكيلاتها العسكرية الخاصة بها يعد منجزا هاما ورئيسيا من منجزات المرأة في شمال شرق سوريا، ونضالات المرأة المقاتلة، مقاومتها الباسلة، التضحية. بالإضافة إلى أن الثورة الأخيرة في إيران حملت الشعار التي أطلقتها المرأة في شمال وشرق سوريا عندما انتفضت على الظلم: المرأة، الحياة، الحرية. لكن هل وصلنا إلى النهاية؟ لا، لأن اليوم وبعد تحقيق هذه المكاسب والنجاحات اشتدت هجمات معادية تحرر المرأة وأصبحوا أكثر قسوة لسلب المرأة من هذه المكاسب، حيث رأينا بأن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقتهم استهدفوا بالمرأة بشكل السلطوية الذكورية السائدة في كافة المجتمعات. أهلا وسهلا بكم لجميع الضيفات من كافة المؤسسات والفعاليات المجتمعية والنسائية. نتمنى أن نقضي وقتا مثمرا مع بعضنا البعض. مكتسبات المرأة في شمال شرق سوريا، كيف نحميها، نطورها، وأهمية نشر وترسيخ الفكر الديمقراطي بكل أجزاء العالم. إن ثورتنا، ثورة المرأة في شمال شرق سوريا، هي ثورة تبعث الحياة في الإنسان، هي نهضة ذهنية اجتماعية غنية وقيمة للغاية، ثورة عملت على إبداع وخلق واقع جديد للمرأة انطلاقا من الواقع الأليم الموجود، ثورة احترام وتقدير لجوهر المرأة وارتباطها بحقيقتها الطبيعية والوصول إليها، ثورة لأجل إفساح الطريق وإذلال كل العقبات أمام تطورها وتقدمها ورفع شأنها، ثورة حولت الألم والمعاناة لدى المرأة إلى أمل أخرجها من مآزق الحياة التي وصلت لحد الاختناق، لتنتفض على الظلم والاضطهاد والعادات والتقاليد البالية الرسة والقوانين المجحفة بحقها في ظل الأنظمة القوموية السلطوية المنتهية صلاحيتها، ليظهر إلى النور جوهر المرأة كشعاع مشرق تشرق على الحياة من جديد، وتعيد للحياة رونقها وبهجتها ووهجها، بما يلامس روح المرأة وإرادتها الحرة في خلق حياة مجتمعية أخلاقية جديدة تدور في فلك قيم المرأة، قيم الحياة الإنسانية الحقة. بهذه الجمل والعبارات وددت أن أصف ثورة المرأة في شمال شرق سوريا لما للمرأة فيها من مكانة مميزة ودور كبير مؤثر، أسبقتها بطابعها الخاص ومهرتها بمهرها الخاص، بنضالها، مقاومتها، وتضحياتها العظيمة التي تقدمها في كل يوم وكل لحظة من أجل خلاص المرأة من براسن العبودية والقيود التي كبلتها على مدى عصور طويلة من الظلم والاضطهاد والعنف والجور الممارس العالمي أجمع. ولعل أبرز الإنجازات تتمثل بما يلي: أولاً، تمثيل المرأة في الإدارة الذاتية، نظام الرئاسة المشتركة. تحتل المرأة مكانة فريدة ومميزة في الإدارة الذاتية على خلاف المناطق السورية الأخرى، وتسجل نسبة حضور عالية في كافة مفاصل الحياة الإدارية ومؤسسات الإدارة الذاتية، وهذا سببه توفر المناخ المنفتح أمام اندماج المرأة في مختلف الأصعدة، إلى جانب توفر الإرادة السياسية الداعمة لحقوق المرأة في نظام الإدارة الذاتية، مختلفة عن توجهات سائر القوى السياسية والحزبية في سوريا. نضالنا كنساء لا نستطيع حقيقة أن نعبر عنها في هكذا جلسة أو في محور ولا حتى في كتاب. فرحتنا كبيرة بحريتنا، بالحفاظ على حقوقنا. برسم اشتجمرانه انه تنكر إرادان بشكنه أستقرم سباسيا أول سيامت كان براستي جرينجي تذكرتي شورشي لوضع المرأة بجميع المجالات، المجال السياسي، الاقتصادي، العسكري. صراحة يعني هي محاضرة مختصرة ولكنها جوهرية جدا، ومثل ما ذكر نقول أولادنا نحن بنربي لأجيال مستقبلية قادمة، فنجاحنا ونجاحنا كمرأة نحن أثبتنا للعالم أنه المرأة في شمال